السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله دلوقتي هنشرح تفريعة البريكال بلكسس بالكامل. فطبعا زي ما انتم شايفين في الرسمة هنا، الرسمة هنا بتوضح لي مجموعة من تفريعات الأعصاب اللي هي البريكال بلكسس، وهنا من تحت بيكون في تلخيص للأعصاب والعضلات اللي بتغذيها، وكمان التفريعة طالعة من كام وكام. فدي طبعا مهمة جدا، وكمان بيبقى في عندي جزء هنا في الرسمة. طبعا الجزء ده عبارة عن جزء توضيحي ليس أكثر ولا أقل. فبكل بساطة نعرف مكان الهيومرس بالنسبة للراديال نيرف والميديال نيرف والألنر نيرف. غير كده مش عايزين نعرف حاجة من الرسمة دي، هي رسمة توضيحية بس للتفريعة بدأت ازاي. فبكل بساطة كده بنبدأ بمنطقة الروتس، بتبدأ بال C5 and C6 C7 C8 and T1. فطبعا كلهم دول بيبدأوا ان هم يدوني اللي هم طبعا السيرفايكال سباين اللي هم بحرف السي، والثوراسيك فيرتبرا بحرف التي، الفقرات العنقية والفقرات الصدرية. فطبعا بيبدأ إن هو أشوف أول مرحلة اللي هي مرحلة الروت، بيبدأوا إن هما يتجمعوا مع بعض في نهاية هذه المرحلة. بدأ إن أنا أشوف المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة الترانك. هي عبارة عن إن السي 5 والسي 6 بيبدأوا إن هما يتحدوا مع بعض وبيدوني أبر ترانك. فبعد كده السي 7 بلاقيه ماشي مع نفسه برضه وبدأ إن هو يديني ميدل ترانك، والسي 8 والتي 1 بدأوا إن هما يتحدوا مع بعض برضه وبيدوني لور ترانك. ببدأ إن أنا أشوف المرحلة اللي بعدها مرحلة الديفيجنز أو الانقسامات. المرحلة دي بتبدأ إن هي تديني anterior division و posterior division لكل الترانكس اللي كانوا قبلها. فلو خدنا بالنا كده من الأبر ترانك على سبيل المثال هنلاقي إن هو ادانا AD و BD. فال AD طبعا عبارة عن anterior division، وال PD عبارة عن posterior division. فالانتيريور ديفيجن بيكون باللون الأصفر هنا مكمل معانا على طول، لكن البوستيريور ديفيجن باللون الأزرق وهيبدأ يتجمع في نهاية مرحلة الديفيجنز. فبرضه الميدل ترانك بدأ إن هو ينقسم لي برضه للانتيريور ديفيجن الاي دي والبوستيريور ديفيجن البي دي، وكذلك اللور ترانك اللي كان طالع برضه من السي 8 والتي 1 بدأ إن هو يتجمع لي برضه ويبدأ إن هو ينقسم لانتيريور ديفيجن برضه باللون الأخضر هنا، وبوستيريور ديفيجن برضه بيتجمع في نهاية المرحلة. فلما نخلص مرحلة الديفيجنز بنلاقي مرحلة الكورد. فمرحلة الكوردز عبارة عن نيرف كبير بيتفرع عليه نيرفات أصغر منه. فزي ما احنا شايفين هنا لما خلصنا مرحلة الديفيجنز بدأ إن هو تظهر لي ثلاث حاجات رئيسية. لاترال كورد ده مكون من السي 5 والسي 6 والسي 7. طبعا الانتيريور ديفيجن من السي 7 والانتيريور ديفيجن من السي 5 والسي 6. فطبعا بدأ إن هو يديني اللاترال كورد. بعد كده عندنا البوستيريور كورد. البوستيريور كورد ده جاي منين؟ ده جاي من البوستيريور ديفيجن اوف سي 5 and سي 6، والبوستيريور ديفيجن اوف سي 7، والبوستيريور ديفيجن اوف سي 8 and تي 1. فده طبعا كده كان البوستيريور كورد. اخر واحد طبعا في الكوردز معانا الا وهو الميديال كورد. فالميديال كورد عباره عن برضه تجميع من طبعا هو يعني ماشي حاجه واحده بس، وهو يعني ماشي على طول مفيش اي تفريعات زياده فيه، هو السي 8 والتي 1. الانتيريور ديفيجن بتاع اللور ترانك هو اللي اداني طبعا الميديال كورد بشكل مباشر. فنبدا نلاحظ كده من البدايه خالص بعد ما خلصنا التفريعات كلها ان في يعني اتصال بيحصل ما بين اللاترال كورد والميديال كورد، وده اتصال مهم جدا وهيترتب عليه حاجات كتير. فنركز بقى من البداية وناخدهم تاني من الأول بتفرعات الأعصاب. أول عصب هنلاقيه هنا من السي 5 في الأبر ترانك. قبل ما يبقى في أبر ترانك في مرحلة الروت بنلاقي في طبعا نيرف هنا اللي هو الدورزال سكابيولار نيرف. وطبعا الدورزال سكابيولار نيرف لو نزلنا هنا هنلاقي ان هو متفرع من السي 5 بس، يعني من السيرفايكال سباين او السيرفايكال فيرتبرا رقم 5. بيبدأ ان هو يغذي لي ثلاث عضلات. اول عضله فيهم طبعا الرومبويد، الاثنين رومبويد والليفيتور. فلو خدناهم بالترتيب من السوبيريور للانفيريور هتبقى ليفيتور سكابيولا، ومن ثم طبعا الرومبويد ماينور، ومن ثم الرومبويد ميجور. فده كده طبعا الدورزال سكابيولار نيرف. بعد كده نبدا نتوجه لمرحله الترانك. سي طبعا 5 والسي 6 بدأ ان هم يتحدوا مع بعض. فبلاقي برضو في حاجه هنا بدات ان هي تجي لي في بدايه مرحله الترانك. بدات ان انا السي 5 اخد منها برانش، وسي 6 برضو اخد منها برانش، وينزل برضو على سي 7 ياخد منها برانش برضو ويديني اللونج ثوراسيك نيرف. هلاقي اللونج ثوراسيك نيرف هو تاني نيرف معانا هنا، طبعا واخد من السي 5 و6 و7. فعلشان كده هكتب 5 و6 و7. وطبعا اللونج ثوراسيك نيرف او ليه اسم تاني طبعا اللي هو نيرف تو سيراتس انتيريور، بيبدا يروح للعضله اللي هي سيراتس انتيريور ماسل ويبدا ان هو يغذيها. فده طبعا كان اول نيرفين عندنا بيبداوا بيه طبعا اللي هو في السي 5، وبعد كده السي 5 و6 و7. فبعد كده طبعا في مرحله الترانك بنلاقي ان السي 5 والسي 6 بيتحدوا مع بعض في الابر ترانك. بيبدا طبعا الابر ترانك ان هو يديني سب كليفيانس نيرف.
فالسبكليفيانس نيرف بيبدا ان هو يغذي لي، اكيد يعني من اسمه كده سبكليفيانس هيغذيني السبكليفيوس. بيبدا ان هو طبعا يتفرع من السي 5 والسي 6 علشان هي طبعا الابر ترانك بس، ما كانش فيه اي حاجه تانية معاها. نبدا طبعا نمشي شويه كمان لقدام نلاقي السوبرا سكابيولار. فالسوبرا سكابيولار نيرف بيبدا ان هو يغذي لي مجموعه من العضلات. بيغذي كام عضله؟ بيغذي اتنين. سوبرا سكابيولار نيرف بيبدا ان هو يغذي لي السوبرا سباينيتس والانفرا سباينيتس. طبعا نبدا بعد كده نمشي في مرحله الديفيجنز، مش هنلاقي فيها اي برانشات او اي نيرفات طالعه. نبدا بعد كده ندخل على مرحله الكوردز، وهي اللي بيبقى فيها اغلب البرانشات بتاعه النيرفات اللي بتطلع. لان زي ما قلنا كده الكورد بيبقى عباره عن نيرف كبير بيتفرع لنيرفات اصغر منه. فبكل بساطه كده بنلاقي مجموعه من النيرفات بدات ان هي تطلع لنا هنا. فطبعا اللاترال كورد بيبقى من اسمه كده لاترال كورد، فهيديني ايه؟ هيديني نيرف بيغذي عضله البكتوراليس ميجور. فالبكتوراليس ميجور في منطقه البكتورال ريجون، فالبكتورال ريجون وهو اسمه لاترال، فده معناه ان هو هيديني لاترال بكتورال نيرف. فاللاترال بكتورال نيرف لو خدنا بالنا من هنا، لاترال بكتورال نيرف بيبدا ان هو يغذي لي البكتوراليس ميجور، ولو تحديدا هيغذي الكلافيكولار هيد. وكمان التفرع بتاعه بيكون زي ما احنا شايفين هنا، هو ده مكانه من الحته دي هنا. فهو طبعا كان واخد البرانش من السي 5 والسي 6، فكمان دخل عليه برانش كمان اللي هو الانتيريور ديفيجن من السي 7، فيبقى كده هو واخد برانش من سي 5 والسي 6 والسي 7 من الثلاثه دول. فده كده كان اللاترال بيكتورال نيرف. طبعا بعد كده بيبدا ان هو نكمل شويه في اللاترال كورد، بيبدا يديني ماسكولوكاتينيوس نيرف. فالماسكولوكاتينيوس نيرف بيبدا ان هو يغذي السكن، وكمان بيغذي ثلاث عضلات مهمين جدا، البايسبس بريكياي والبريكياليس والكوراكو بريكياليس. ده طبعا كله كان من السي 5 والسي 6. طب واحد دلوقتي هيجي يسال، طب والسي 7 اللي كان موجود في اللاترال بيكتورال نيرف راح فين السي 7 ده؟ هقول السي 7 ده يعني عمل طريقه كده او لفه بتكون يعني من حيث حاجة العضلات أكتر، أو من حيث حاجة النيرف أكتر. فالسي 7 بيبدأ إن هو يعدي في الانتيريور ديفيجن زي ما احنا شايفين هنا. فالانتيريور ديفيجن بيبدأ إن هو يعدي بيغذي معاه اللاترال بيكتورال نيرف. فهل بعد كده بيمشي ويكمل هنا في الماسكولوكوتينيوس نيرف في الحتة دي؟ لا، هو بيبدأ إن هو ينزل من هنا ويبدأ إن هو يشترك في تغذية الميديان نيرف. فطبعا بيبدأ إن هو يدي برانش الميديان نيرف، ده شيء أكيد يعني. فبعد كده طبعا هل بيقف هنا؟ لا، ما هو مش بيقف هنا، هو كمان بيمشي من الناحيه دي هنا ويبدا يدي كمان برانش للالنر نيرف. علشان كده مش بيبدا ان هو يغذي الماسكولوكاتينيوس نيرف، بل بان هو بيغذي الميديان نيرف، وكمان بيعدي على الالنر نيرف وبيدي له كمان برانش ويبدا ان هو يغذيه. يعني ناخد بالنا كده، النر نيرف من هنا، وكمان جاله السي 7 من هنا، لف اللفه بتاعته الطويله دي كلها علشان يجي له كمان ويبدا ان هو يغذيه. فنكمل الترتيب بتاعنا. الماسكولوكاتينيوس نيرف بيغذي ثلاث عضلات، بايسبس بريكياي، بريكياليس، كوراكو بريكياليس، طبعا سي 5 وسي 6. نبدا ان احنا ننزل على طول خطوه لتحت في البوستيريور كورد. البوستيريور كورد هنا بيبقى عندي ثلاث نيرفات بيبداوا ان هم يغذوا عضلات. اول نيرف فيهم اللي هو الثوراكو دورزال نيرف. الثوراكو دورزال نيرف هنا طبعا هو النيرف اللي بيغذي عضله الليتسماس دورزاي ماسل. الثوراكو دورزال نيرف بيبدا ان هو يجي له برانش من ثلاث اماكن، من السي 6 والسي 7 والسي 8. من السي 6 من هنا، والسي 7 والسي 8. فطبعا دول يعني لو حاجه لها تفسير بنقولها، لو ملهوش تفسير فخلاص مش بنقولها، سي 6 والسي 7 والسي 8. وطبعا نبدا بعد كده ان احنا نروح للور سابسكابيولار نيرف. واللور سابسكابيولار نيرف بيبدا ان هو يغذي عضلتين، بيبدا ان هو يغذي السابسكابيولاريس والتيريز ميجور. والابر سابسكابيولار نيرف يبدا برضه ان هو يروح لنفس العضله اللي هي السابسكابيولاريس ويبدا ان هو يغذيها. نمشي بعد كده في الاخر في البوستيريور كورد، بنلاقي بعد كده فيه لسه فاضل فيه نيرفين كانين، اللي هو الاكسيلري نيرف بيبدا ان هو يغذي عنديه عضلتين، الا وهما الدلتويد ماسل والتيريز ماينور ماسل. بعد كده بنبدا ان احنا نتوجه للراديال نيرف. الراديال نيرف طبعا زي ما احنا شايفين هنا، بيبدا ان هو طبعا هو واخد برانشز من السي 5 والسي 6 والسي 7 والسي 8 والتي 1، واخد منهم كلهم برانشز. يعني من هنا واخد من البوستيريور كورد من الابر ترانك، واخد من البوستيريور كورد من الميدل ترانك، واخد من البوستيريور كورد من اللور ترانك. بدأوا ان هم كلهم يتجمعوا، وناخد بالنا كده يتجمعوا كلهم ويروحوا للراديال نيرف، فيبدأوا ان هم يغذوه. علشان كده هو بياخد برانشز، لو جه سألني عليه هياخد برانشز من السي 5 والسي 6 والسي 7 والسي 8 والتي 1. فده معناه ان هو بياخد برانشز من الكل. فلو خدنا بالنا برضو ما بين اللاترال كورد وما بين الميديال كورد في الطريق واحنا نازلين في اثناء الشرح، هنلاقي ان اللاترال كورد بيبدا ان هو يتحد مع الميديال كورد، ويبداوا ان هم يدوني في الاخر الميديال نيرف. زي ما قلنا كده السي 7 طبعا بيبدا ان هو يديني البرانش بتاعه اللي بيعدي في الانتيريور ديفيجن، بيبدا ان هو يروح لللاترال كورد ويبدا يعدي هنا في اثناء البرانش، ويبدا ان هو يدي الميديان.
وطبعا ده معناه ان هو السي 7 بيشارك وبيساهم في تغذية الميديان نيرف، وده معناه كده ان هو واخد برانش من الكل. يعني لو جه سألني دلوقتي على الميديان نيرف وقال لي بياخد برانش من مين، اقول له نفس الكلام، من السي 5 والسي 6 والسي 7 والسي 8 والتي 1. ده كده الميديان نيرف، نفس الراديال نيرف بالظبط. بعد كده نخش على مرحلة الميديال كورد. الميديال كورد بيبقى فيه بيبدأ من اللور ترانك، وطبعا جاي من السي 8 والتي 1. يبدأ ان هو يديني 4 نيرفات، 3 نيرفات من هنا متشابهين شوية، ونيرف متميز عنهم في الآخر هنا. النيرف الأول فيهم اللي هو الميديال بيكتورال نيرف، والميديال بيكتورال نيرف بيبدأ ان هو يغذي عضلتين ألا وهما البيكتوراليس ميجور والبيكتوراليس ماينور. ميديال كاتينيوس نيرف ميديال ارم بيبدأ ان هو يروح للميديال ارم، ويبدأ ان هو يغذي في الارم السكن. طبعا بعد كده بيبدا ان يجي لي الميديال كاتينيوس نيرف، برضو ميديال، بس هنا طبعا ميديال فور ارم، بيبدا ان هو يروح يغذي السكن في الفور ارم. طبعا بعد كده بيبقى النيرف المميز اللي قلنا عليه دلوقتي اللي هو الالنر نيرف. طبعا الالنر نيرف بيبدا ان هو ياخد برانش زي ما احنا قلنا كده من السي 7 والسي 8 والتي 1. فده كده طبعا يعني الثلاثه دول طبعا زي ما قلنا كده بياخدوا برانشات من السي 8 والتي 1 بس، لكن بيتميز عنهم الالنر نيرف ان هو بياخد كمان برانش من السي 7. وكده طبعا نكون خلصنا شرح البريكال بليكسس بالكامل.